السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة قفل المؤشر على 19280 نقطة بهبوط 1.5%، 300 نقطة تقريبا. قيمة التداول 3 مليار و200 مليون. عدد الأسهم 234 سهم بصعود 60 سهم وهبوط 150 سهم. ترتيب الأسهم من حيث قيم التداول: أول سهم التجاري بمليار، بعد كده مصر الجديدة 260 مليون، بعد كده القبضة الكويتية بالجنيه المصري 230 مليون، بعد كده سهم بلتون 150 مليون، بعد كده سهم هيرمس 117 مليون. ترتيب القطاعات من حيث الحصة السوقية: أول قطاع البنوك 33%، بعد كده قطاع الخدمات المالية 18%، بعد كده العقارات 17%، بعد كده الرعاية الصحية والأدوية 5%، بعد كده قطاع الأغذية والمشروبات 4%. النهاردة المؤسسات المصرية والعرب الأفراد هم اللي شايلين السوق النهاردة وكانوا شراء، والمصريين الأفراد والعرب المؤسسات، والأجانب أفراد ومؤسسات كانوا بيع. حابب أتكلم النهاردة رغم تصحيح السوق في أسهم بتجهز لانطلاقة إن شاء الله بإذن الله، ومعظم الأسهم اللي أنا هذكرها لحضراتكم موجودة في المؤشر السبعيني أو أسهم الأفراد. يعني أنا هتكلم مثلا على سهم عبور لاند، زي قبل كده اتكلمت عليه أكتر من مرة. سهم عبور لاند بيجمع ما بين 8 جنيه وربع و8 جنيه 30 قرش، ومن الأسهم الثابتة حتى الآن رغم تصحيح السوق. أيضا سهم زي سهم بي انفستمنت ده موجود في المؤشر التلاتيني، ولكن بقاله فترة بيجمع ما بين 17.30 إلى 17.40، وهو من الأسهم الثابتة رغم تصحيح السوق. سهم زي سهم الشمس للإسكان هو موجود في المؤشر السبعيني، وبقاله فترة بيجمع ما بين 5 قروش ل10 قروش. طيب أنا بذكر ليه الأسهم دي؟ لأن رغم تصحيح السوق أكيد السيولة هتنتقل من المؤشر التلاتيني إلى مؤشر الأفراد أو المؤشر السبعيني. فإن شاء الله بإذن الله حتى لو إحنا لاحظنا إن الأسهم دي أسهم ثابتة ما اتحركتش، أو لو اتحركت حاجة بسيطة وبقالها فترة بتجمع زي ما قلت لحضراتكم. طيب أيضا من الأسهم اللي بتجمع رغم تصحيح السوق والحمد لله شرفتنا النهاردة وصعدت تقريبا 5%، والسهم ده أنا اتكلمت عليه امبارح عندي في جروب الفيسبوك وجروب الواتساب. هسيب لحضراتكم اللينكات في أول كومنت تحت في الفيديو. سهم ابن سينا هو أيضا موجود في المؤشر السبعيني، رغم ان هو صاعد النهاردة 5%، الا ان هو ايضا بيجمع ما بين الاتنين 10 والاتنين 15 قرش، وبيجهز ان هو يخترق المنطقة اللي هو فيها ويوصل ليه الى 2 جنيه وريال، 2 جنيه وربع بمشيئة الله ان شاء الله. سهم زي سهم ابن سينا انا اتكلمت عليه ان السهم ده بيمشي عكس السوق. يعني السوق لو هو بيصحح السهم ده تلاقيه بيصعد وبياخد عكس اتجاه السوق. فإن شاء الله بإذن الله السهم زي سهم ابن سينا والأسهم اللي احنا ذكرناها قبل كده تعتبر من الأسهم اللي بتجمع حاليا، وإن شاء الله بتجهز لانطلاقة بإذن الله تعالى. برضو الأسهم القوية اللي إن شاء الله بإذن الله ثابتة وفيها شراء قوي من مجلس الإدارة، ولو لاحظنا هتلاقي من الأسهم دي ما تهزتش كتير، يعني ممكن نزلت 0.5% حاجة زي كده. سهم زي سهم أبو قير ده فيه شراء قوي من مجلس الإدارة. سهم زي سهم المالية والصناعية
ايضا من الاسهم الثابته اللي ما اتحركتش كتير النهارده رغم تصحيح سوق سهم زي سهم موبكو. بس ده كان الفيديو النهاردة. أتمنى من حضراتكم الاشتراك في قناة أكاديمية عواد، وأتمنى الانضمام إلى الجروبات، جروب الفيسبوك وجروب الواتساب اللي هسيبهم لحضراتكم تحت في أول تعليق تحت في الفيديو. وشكرا جدا لحضراتكم، وأهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. شكرا لكم.